واخيرا اجى الوقت المناسب اللي راح اتكلم بيه واتحدث بيه. طبعا شباب لفتت انتباهي في الشغله، والخطا الوحيد اللي صار بالمنتخب من البارحه لليوم قاعد واخطط بيني وبين نفسي، ليش كاساس ما شارك علي الحمادي ولا شارك منتظر ماجد؟ طبعا تعرفون يا شباب منتظر ماجد جاي يلعب بالدوري السويدي وجاي يقدم مباراة بالعمر، يسجل 4 و5 ويصنع هدفين وثلاثة. ايضا علي الحمادي يلعب بالدوري الانجليزي، صح ما يشارك بالمباراة بس لكن عنده وحدات تدريبية وعنده تمارين من طراز عالي. ليش ما شاركوا ذول الاثنين بالمباراة الأخيرة؟ شنو السبب؟ كأساس رحمة على والديك، أريد أناقشك بموضوع يوصل صوتي إليك ما يوصل صوتي، المهم راح أحكي بلكت الله يوصل صوتي إليك. طبعا كأساس العقلية شايلها أنت، والله العظيم والله العظيم مستحيل مدرب يعوف هالشي على الدكة، مستحيل. أفضل مدرب بالعالم تجيبه لو أصعب حالاته هم ما يعوف هيك شيء. اسوء مدرب بالعالم تجيبه ما يعوف هيك لاعبين اساطير عدك. زين اوكي انا وياك خذينا المباراه وحاليا احنا وصيف المجموعه، لكن علي الحمادي منتظر ماجد يا اخي شني ما شايفين سفر مثلا يجونك على مود طياره؟ يا اخي غير جاي يخدم بلده يخدم علم الله اكبر، دي لعبه على الاقل ربع ساعه، اخر ربع ساعه كاساس والله تعبنا والله تعبنا. ذول ابطال شاركهم محمل الاسلام.